أهلا بكم يا أولادي مع جد خالد. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع شائك جدا، بيدخل بيتنا في كل وقت وفي أي مكان. موضوعنا النهاردة عن المواد الإباحية في مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف في الفترة الأخيرة انتشرت المواد الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي. يوم عن يوم أعداد المشاهدين بتزيد وبتكتر أكتر وأكتر. بلا شك هو أكبر وأخطر وأسوأ خيار ممكن يجربه الشباب، سواء بنت أو ولد، وليه آثار نفسية بتتخزن في ذاكرة الشخص ده على المدى البعيد، مش بتتنسي بسهولة. للأسف بقيت بسهولة جدا تقدر توصل للمواد الإباحية ومجانا، ودي خطة مدروسة ومعمولة بعناية لسرعة الانتشار. لترسيخ مبدأ المواد الإباحية في ذهن الشباب أمر عادي وطبيعي، والحقيقة إن هو لا أمر عادي ولا طبيعي ولا مفيد بالمرة. ودي أهم النقط اللي أحب ألخص لك بيها إزاي أنت بتقنع ضميرك ونفسك إنك صح وأنت بتتفرج على المواد دي. أول نقطة، القوة والرجولة. في وقت الرجولة أصبحت نادرة بمفهومها الشامل والكامل، وتحديدا عند المراهقين في فترة تغيراتهم الجسدية والفسيولوجية. الفترة اللي انت مفروض فيها في عز شبابك تقدر تحمي وطنك، حبك، تفكر ازاي في مستقبلك. المواد الإباحية دي بتصرف تركيزك وقوتك وتمنعك عن تحقيق طموحك وأحلامك، وتضيع صحتك. ووقت ما تيجي تتجوز وترتبط للأسف بتكتشف إن اللي أنت اتفرجت عليه في المواقع ما أنتش قادر تحققه على أرض الواقع. ساعتها بس بتحس بالضعف من جواك، وممكن يتطور معاك لشعور بالعكس والإحباط، علشان ما أنتش قادر تجاري الفيديوهات وتعمل زيهم. وده بينتج عنه إساءة معاملة النساء، بتأثر سلبي على صحة الدماغ والصحة النفسية والجسدية. على الناحية التانية بتنمي الشعور بالأنانية وحب الذات، وأنانية في إشباع الرغبات الجنسية لدى فرد واحد بس. أحب أقول لك يا ابني، الرجولة الحقيقية إنك تسيطر على رغباتك وشهواتك، ما تبقاش عبد ليها وهي تاج في دماغك تسيطر عليك. ومهما عملت وشربت برل مش هتقدر تكون راجل طول ما المواد الإباحية هي اللي مسيطرة عليك. رقم 2، التلاعب والسيطرة. بعد فترة من مشاهدة المواد الإباحية تحصل حالة تبلد للشخص ده، بيتولد عنده شعور بالنهم والإدمان على مشاهدة المواد والمواقع الإباحية. بتخليهم فريسة سهلة لاستسهال الغلط وتكراره. ده بيخليهم وينمي جواهم شعور بالسلبية. للأسف لو النوعية دي كترت في المجتمع هنخلق جيل مسلوب الإرادة، غير قادر على التخطيط وحل مشاكله. مدمن المواد الإباحية هو مريض يحتاج لعلاج، والعلاج ده ممكن ياخد وقت حسب الحالة. فأرجوك اوعى تطول، ولو انت بتتفرج حاول تتعالج. العلاقات الحميمية. المواد الإباحية بتضعف قدرة الراجل الجنسية على السيطرة والتحكم في رغباته، لأنك بترسخ في ذهنك عوامل جذب غير طبيعية. كون عندك فكرة وتصور عن النشوة مغلوطة. جوهر وأصل العلاقات الزوجية بتشوهه دايما المواد الإباحية. قدسية العلاقة بين الرجل والمرأة بتمنعه المواد الإباحية من الشعور بتجربة الحب الحقيقي والنقاء والفطرة